كتب كلماتها الشاعر نشوان أحمد الأشرم من أهالي محافظة عمران جبل عيال يزيد السود بني الحارث، تعزية بعد وفاة نور الدين عبد الله يحيى غليفان وتحكية عبد النافع. بسم الله في المستهل واحكي قصتي ما حصل في المرحوم ذي قد رحل نوري زاد فينا الحنين حادث جاه في القطرة خلى ارواحنا ضايرة والقى الناس متكدرة من حادث مرور العين اتوفى بحادث أليم زلزل كل شامخ صميم عند الناس حادث وخيم كل الناس به زعلين. بسم الله في المستهل واحكي قصتي ما حصل في المرحوم ذي قد رحل نوري زاد فينا الحين كنت تعبان بالزايدة ووجع الشدد زايدة يرجع عودته فايدة بين المعا حاضرين سافر لبلاد اليمن شاف الأهل شاف السكن زالت حسرته والحزن ووجعه وزال الأنين شاف الوضع فيها خرب قلبه واقي كان يلتهب قال يرجع يروح يغترب دام الوضع برضه عين اسبوعين تم السفر فارق عولته والنظر واشواقه تهز الحجر لكن ربنا بايعين فارق وعين ابنه وروح عبد الله سابه ويروح وفي قلبه جراح الجروح والدمعة بعينه شنين وسافر والعيون دمعه والأرواح مستوجعه جات حادثة مفجعة خلت كل شامخ يلين حادث جاي في القاطرة خلى أرواحنا ضاجرة والقى الناس متكدرة من حادث مرور العين من شافه ويسمع زعل ما في قلبي لا يحتمل من هول الحدث يختضل حادث هزنا أجمعين وعبد الله أبوه منتظر لأني كان به يفتخر كرسه ويرجى العسر بس الموت شله بحين توفى بحادث أليم زلزل كل شامخ صميم عند الناس حادث وخيم كل الناس به زعيم نور الدين كان اخوته تستنظر متى عودته واحكام القدر حاطته ساروا مثل ما ضايعين امي كم نزل دمعها مقهورة لموت ابنها كم زادت على حزنها كان ابني كان الضليل وام اولادها احزانها كم زادت مع غبانها والدمعة في عيانها تذرف كل ساعة وحين حكم الله يا ابو علي تصبر وذات القلي يكفي حزنك الطايلي وتحمد لربك يقين وقبلت عزيه في عجل من نشوان الأشرم تصل يكفي حزنكم والزعل كونوا حامدين شاكرين يا أسرة غليفا الجميع أسأل للعليم السميع يشفي كل قلب هجيع يجعلكم من الصابرين والله يرحمه إلى القبور يترشح برحمة ونور والجنة بيوم النشور يدخلها مع الداخلين والختم الصلاة والسلام للمسؤول بدر التمام وله الصحاب الكرام طه خاتم المرسلين وله الصحاب الكرام طه خاتم المرسلين.